ويا اهلا وسهلا معاكم المهندس احمد هشام، مهندس ديكور بالاخص مهندس معماري. وحابب في البدايه اشكركم على الدعم اللي انتوا عاملينه، وعلى اللايكات وعلى السبسكرايب، كل واحد عمل سبسكرايب للقناه. بجد شكرا جدا. دي حاجه بالنسبه لي بصراحه بتفرق جدا، وفي نفس الوقت بتحسسني ان انا المفروض ان انا اكمل. لو حد بس واحد كتب لي كومنت او حد واحد بس عمل سبسكرايب، فده بيديني بصراحه دافع ان انا اكمل، وبيحسسني ان لا، في حد بيحب ان هو يتفرج. فشكرا ليكم جدا. النهارده انا حابب اتكلم معاكم عن موضوع هو مهم جدا لناس كتير، وبالذات لينا كمصريين. موضوع ان انا اغلب الشقق في مصر بتبقى مساحه الشقق صغيره، خصوصا للفئه المتوسطه بتبقى مساحه صغيره جدا. فاحنا لازم نتكلم عن النصايح اللي انت ممكن تعملها في بيتك عشان تحسسك ان بيتك الصغير اوسع. وطبعا مش هنقول شويه كلام وخلاص، لا، انا هقول لك نصايح عمليه تبدا ان انت تنفذها في شقتك، سواء انت ساكن في شقتك دلوقتي او ان انت لسه بتشطب شقتك. فالنهارده هنتكلم عن 10 نصايح مهمين جدا لبيتك الصغير عشان تحس ان انت قاعد في مكان اوسع. والنصايح دي هنقسمها لاجزاء كتير زي ما احنا قلنا 10 اجزاء، ولكن انا هتكلم في اول نقطه، اهم نقطه بالنسبه لي، وهي نقطه الالوان. استخدام الالوان الفاتحه، وكلنا عارفين كويس جدا ان قد ايه الالوان الفاتحه مهمه جدا ان هي تحسسك بالاتساع. ولكن لازم تبقى عارف كويس جدا ان انا لو انا عندي الاوضه بتاعتي بالشكل المستطيل، وجيت حطيت في ضلع من الضلعين اللي هم الكبار حطيت فيه لون غامق، اللون الغامق ده هيحسسك بان الحيطه دي بقت تقرب منك اكتر. يعني مثلا الحيطه اللي في ظهري دي لو انا حطيت فيها درجه لون اغمق وانا قاعد بعيد عنها قوي، فانت هتحس في الفيديو ان الحيطه دي قريبه منك جدا. وعلى العكس لو انا قربت من الحيطه دي جدا وحطيت اللون اللي ورايا لون فاتح، فانت تحس ان الحيطه دي بعيده عني. وده المثال اللي احنا بنحاول نوصله دايما. فانت دايما اللون الغامق اللي انت حابب تطعم بيه، حاول تطعم بيه في المكان الصح. يعني انا لو عندي الغرفه او الفراغ مستطيل بالشكل المستطيل، يبقى انا ما هحطش اللون الغامق في الضلعين الكبار، لا، هحطه في الضلعين الصغيرين لان هم هيبقوا ابعد. فالنقطه دي مهمه جدا جدا. طيب الالوان الفاتحه، احنا عندنا الوان فاتحه درجات كتير نقدر ان احنا نوظفها. طبعا عندنا اول لون وده التوب، اللون الابيض. اللون الابيض بكل بساطه عشان بيعكس اضاءه الشمس، واي حاجه بتعكس اضاءه الشمس او الاضاءه الطبيعيه بتديك احساس بالاتساع. طيب انا ما بحبش اللون الابيض، يبقى هستخدم اللون الرمادي الفاتح. اللون الرمادي الفاتح، ولكن عند استخدام اللون الرمادي الفاتح هتقلل من الديكورات اللي انت عاملها شويه، لان اللون الرمادي الفاتح لون قيم ولون غني، فمحتاج ان انت تقلل من الديكورات شويه عشان الدنيا ما تبقاش زحمه. تمام. طيب انا حابب ان انا اعمل في غرف الاطفال او غرف الاولاد شويه الوان لطيفه. ممكن تستخدم اللون الوردي المصمت او الوردي المطفي. اللون ده بيدي بهجه في المكان، ولكن اللون ده تستخدمه بذكاء، بمعنى ان انا ممكن استخدمه على حيطه معينه، ممكن استخدمه في اماكن معينه في الاوضه، ممكن استخدمه على يعني جدارين في الاوضه، واستخدمه مثلا في المكتب وفي الدولاب بطرق معينه. لو دخلت عندي على الشورتس في الفيديوهات هتلاقيني عامل اوضه بنت معموله من اللون الوردي المصمت. الاوضه كلها معموله، ولكن معموله بطريقه ذكيه تخليك تحس ان الدنيا شيك جدا. طيب عندنا لون كمان، اللون السماوي. اللون السماوي ده بيديك احساس بالراحه والهدوء. اللون السماوي، ولكن السماوي الفاتح. انا كل الدرجات اللي انا بقولها لك هتروح للدرجه الفاتحه منها، لان دي اللي هتديك الاحساس اللي انا بقوله لك، وهتديك احساس بالاتساع. فاللون السماوي، اللون ده ممكن تستخدم معاه اللون الرمادي او اللون الابيض، ممكن تطعمهم معاه. او لو انت عامل الشقه بتاعتك من اللون الرمادي الفاتح عاملها من اللون الابيض الفاتح، فانت ممكن تدي تطعيمات باللون السماوي. طيب عندنا اللون الاصفر الفاتح. اللون الاصفر الفاتح ده بلاش تستخدمه بكميه كبيره، ولكن ده للناس اللي حابه تستخدم اللون الاصفر الفاتح. ده ممكن تطعمه في اماكن معينه. ممكن اللون ده بيشتق تحتيه درجات البيج ودرجات البيج والرملي والكلام ده كله، ولكن انا عن نفسي ما بحبش درجه الاصفر في الحوايط. فعشان كده بقول لك حاول ان انت تطعمها في اماكن معينه في البيت. ولكن هو اللون الاصفر الفاتح ده معمول عشان يوصل لك احساس ان المكان ده دافي، او هو اصلا في الاخص بيتحط في الاماكن اللي مبيبقاش فيها شبابيك كتير، لان هو مبيبقاش فيه ضوء شمس داخل، فهو بيديك احساس بان المكان ده اكن فيه ضوء داخله. تمام. فاحنا كده انا قلت لك الالوان المهمه اللي انت ممكن تستخدمها في بيتك وتديك احساس بالراحه وتديك احساس بالاتساع، وقلت لك كل لون ممكن تستخدمه وايه الاحساس اللي ممكن تحسه
من ناحيه اللون ده. طيب تاني عنصر معانا وده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي لازم تبقى موجوده، المرايه من الحاجات برضو اللي هتحسسك بالاتساع. ويا بقى لو انت حطيتها مثلا قدام ضوء شمس او قدام مثلا الشباك، يعني الشباك هنا مثلا وهي محطوطه عكس الشباك، فبقى ضوء الشباك رامي على المرايه، فالمرايه هتعكس ضوء الشمس فتديك احساس بالاتساع، زي موضوع بالظبط اللون الابيض اللي بيعكس ضوء الشمس. ولكن المرايه هتعكس ضوء الشمس، هتدي عمق اكتر للمكان، هتدي احساس بالاتساع، وفي نفس الوقت المرايه عنصر ديكور، فانت مش هتبقى حابب، مش هتبقى عايز تضيف ديكورات تانية كتير، لان انت اصلا المرايه من العناصر الديكوريه اللي هتستخدمها وممكن تعملها فريم بشكل ديكور حلو، هيفرق معاك جدا. تالت حاجه معانا المطبخ المفتوح. المطبخ المفتوح من الحلول المثاليه لو شقتك صغيره، ولكن انا بفضل المطبخ المفتوح لان المطبخ المفتوح هيديك اتساع في مساحه الريسبشن، واللي هيدخل الريسبشن هيحس ان الريسبشن مساحته بقت اوسع. المطبخ المفتوح مهم جدا، ولكن لازم تبقى عارف الاساسيات بتاعه المطبخ المفتوح، وان انت دايما لازم تبقى محافظ عليه على قد ما تقدر، عشان شكل المطبخ المفتوح المنظم والمرتب بيفرق جدا في راحتك النفسيه في شقتك وانت قاعد فيها. ممكن نبقى نعمل فيديو تاني عن المطبخ المفتوح وازاي نقدر ان احنا نوظفه باحسن طريقه ممكنه علشان نقدر نعيش فيه باسهل شكل ممكن. رابع حاجه معانا العفش. حاول ان انت تستخدم العفش يبقى ليه كذا استخدام. يعني مثلا ليه كل الناس بتجيب ركنه؟ الناس بتجيب ركنه لانها طالعه موضه، ولكن هو الاساس في الركنه ان انا لما اجيبها في شقه من الشقق الصغيره انا بجيبها لسببين: ان هو مكان بيجمع افراد العائله، وتاني حاجه ان هو اقدر استخدمه كتخزين، وتالت حاجه اقدر افتحه واقلبه سرير لو جالي ضيف. فاحنا بنجيب العفش لاسباب معينه ولاسباب مخصصه، وبجيبه يعمل لي كذا وظيفه، لان كل ما اجيب حاجه تعمل لي اكتر من حاجه فده هيفرق معايا جدا في استخدام البيت وهيوفر معايا من المساحه. يعني مثلا السفره، ممكن اجيب السفره المنطبقه اللي بتقفل وتكبر وتفتح، ده طبعا بيفرق جدا في المساحه. لا، طول ما انا مش محتاج السفره ممكن ابقى لاممها تبقى صغيره مش واخده مساحه من المكان، عنده ضيوف وعايز اكبر منها، فده في الامكان برضو ان انا اعمل كده. خامس حاجه معانا وهي برضو ليها علاقه بالعفش، ان انت لازم وانت شغال في الشقه او قبل ما تبدا في الشقه تبقى قايس كويس جدا مقاسات العفش اللي انت هتجيبها. لو انت عامل 2 دي تصميم 2 دي مع مهندس، فتقول له يا باشمهندس انا عايز مقاسات الكنبه، مقاسات الكرسي، مقاس الركنه، مقاس السفره اللي انت عامله في 2 دي. ولو انت مش عامله يبقى انت تحاول تعمله، تقيس المقاسات دي في الحقيقه وتبدا ان انت تسجلها عندك في ورقه، لان الموضوع ده هيفرق جدا لما تيجي تشتري العفش، علشان ما تجيبش قطع اثاث كبيره جدا ولا هي صغيره جدا، تجيب قطع نسبه وتناسب متناسبه جدا مع مساحه شقتك. لان في الشقق الكبيره الموضوع ده مش بنركز فيه قوي، لان كده كده المساحه كويسه فبنجيب المساحه الاستاندر الكبيره، ولكن في الشقق الصغيره ركز كويس قوي ان انت تجيب المقاسات المناسبه لمساحه شقتك، سواء للريسبشن، لغرفه النوم، لغرفه الاطفال، او كمان للمطبخ، لان انت في المطبخ ممكن تجيب بوتاجاز 4 عيون بدل 5 عيون، ممكن تجيب الثلاجه اللي عرضها اللي هي ال 18 اللي هي تقريبا بعرضها عرضها 70 سم، ما يبقاش عرضها 80. الحوض تجيب حوض مثلا 65 او 70، ما تجيبش حوض 85 او 90. الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. ما ينفعش ان انا اتعامل مع الشقه الكبيره زي ما بتعامل مع الشقه الصغيره في المقاسات في كل حاجه. طيب سادس حاجه وسادس نقطه معانا بكل اختصار، دايما خليك فاكر ان الستايلين اللي ممكن ينفعوا للديكور بتاع الشقق الصغيره الستايل المينيماليزم والمودرن ستايل. سابع نقطة معانا الزرع الصناعي. ولو عندي بلكونة صغيرة احط فيها زرع طبيعي. زي ما قلنا الحاجات الطبيعية بتدي عمق للي شايفها وبتدي بعد للنظر، بتحسسك بان الدنيا مريحة وبتحس ان انت قاعد في حاجة ليها علاقة بالطبيعة. فاي حاجة ليها علاقة بالطبيعة بتحس ان انت قاعد في مكان هو مش مخنوق، بالعكس هو مكان مريح وبيديك احساس ان انت قادر تتنفس في المكان ده ومبسوط ونفسيتك مرتاحة فيه. وده من الحاجات المهمة جدا في الشقق الصغيرة. الزرع الصناعي يمكن اهم كمان ان احنا نحطه في الشقق الصغيره او في البلكونه بتاعت الشقق الصغيره من الشقق الكبيره ومن المساحات الكبيره، لان هو هيضيف لك راحه نفسيه في بيتك. تامن نقطه معانا، لو الميزانيه تسمح وانت لسه بتشطب ممكن تعمل الارضيه بتاعه الريسبشن مع المطبخ. لو افترضنا ان المطبخ مفتوح، يعني ممكن تعملها بورسلين او تعملها رخام. صدقني الموضوع ده هيفرق جدا. اي نعم الموضوع ده هيبقى مكلف عليك شويه، ولكن انا بتكلم في حاله لو الميزانيه تسمح، لان كل ما جبنا بلاطات اكبر ومقاسات اكبر في الارضيه
كل ما حسسنا ان المكان قطعه واحده. فدايما احنا متفقين ان طول ما انا حاسس ان بيتي قطعه واحده فدايما هحس ان بيتي اوسع. على عكس ان انت ممكن تجيب مقاسات اللي هي الصغيره، المقاسات الصغيره الفواصل بتاعتها كتير وده بيدي زحمه وبيدي تفاصيل اكتر، واحنا دايما في الشقق الصغيره بنحاول نقلل من التفاصيل. فلو في امكانك تجيب بورسلين في الارضيه او تركب رخام في الارضيه فده هيبقى حاجه جميله جدا بالنسبه لك. وممكن في الغرف تعمله سيراميك عادي، لان الغرف مش هيبقى باين منه الا اجزاء معينه، لان في الدولاب وفي السرير وفي التسريحه وفي مكتبه التلفزيون وفي كذا حاجه. فاحنا ممكن نهتم بالريسبشن والمطبخ المفتوح. النقطه رقم 9 معانا موضوع الجبسون بورد. انا من وجهه نظري الشخصيه سواء سقف البيت بتاع الشقق الصغيره عالي شويه او واطي شويه، يفضل من وجهه نظري بلاش جبسون بورد، لان انا ماشي بمبدا كل ما التفاصيل بتاعه البيت هتبقى اقل كل ما احس ان بيتي اوسع. يعني طول ما انا عايز ان بيتي يبقى اوسع طول ما هبقى حابب ان انا اعمل تفاصيل اقل. فالجبسون بورد ممكن نقلل من الجبسون بورد، او ممكن ما نعملش جبسون بورد اصلا. ولكن اصلا لو هتعمل سقف معلق في السقف بتاعك لازم تتاكد ان ارتفاع السقف عندك ما يقلش عن 2 متر 90 او بعد التشطيب ما يقلش عن 2 متر 70. 2 متر 70 2 متر 65 ده مينيمم ان انت ممكن توصل لحاجه زي كده. ولكن من وجهه نظري الشخصيه لو دي شقتي مش هعمل في السقف جبسون بورد، هعملها اضاءه هاديه بتوزيعه لذيذه وبسيطه بتتناسب مع العفش بديكورات جانبيه اباجورات او اباليك، وابدا ان انا اطعم بيها في المكان بتاعي كله زي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده ازاي تقدر تحدد الاضاءه بتاعتك. والموضوع ده بالنسبه لي هيبقى احلى بكتير جدا من ان انا اعمل جبسون بورد في السقف. فاحنا دلوقتي بنتكلم ازاي اخلي بيتي اوسع، وفي نفس الوقت انا عايز بيتي يبقى واسع ويبقى شيك. فعشان يبقى واسع ويبقى شيك فانا ما ينفعش ان انا اقول لك اعمل جبسون بورد في السقف وشكل السقف يبقى شكله شيك جدا ولكن تبقى انت قاعد مخنوق حاسس ان السقف قريب منك. لا، يبقى احنا هنتغاضى عن النقطه دي وما نعملش جبسون بورد ونبدا نوزع الاضاءه بطريقه ذكيه. طيب اخر نقطه معانا ودي نصيحه، النصيحه دي يمكن تكون غريبه شويه ويمكن تكون ممكن ناس كتير ما بتقولهاش، ولكن انا من وجهه نظري شايف انها نصيحه مهمه. مش لازم ان انت تستغل كل سنتي في البيت، مش لازم استغلال المساحه المثالي في البيت، لا. حاول تخلي في اماكن فاضيه في شقتك، حاول تخلي في حتت فاضيه ما فيهاش حاجه، لا فيها زرعه ولا فيها كرسي ولا فيها اي حاجه. لان انت شقتك احنا قلنا ان الشقه صغيره فاحنا محتاجين نخليها اوسع، فانا كل ما هضيف لها عناصر اكتر كل ما هكتم الشقه. فانت خلي في اماكن في البيت فاضيه ما فيهاش اي حاجه عادي. الموضوع مش موضوع ان انا استغلال مساحه ولازم اعمل هنا درج تخزين ولازم اعمل، لا الموضوع مش كده. الموضوع موضوع ان انا ازاي اقدر احط نقط وعناصر معينه في بيتي تحسسني بان بيتي اوسع. فالنصيحه اللي انا بقولها الاخيره خلي في اماكن فاضيه في البيت ما تحطش فيها اي حاجه ولا اضاءه ولا اي حاجه. كورنر معين، جزء معين، مكان معين، خلي المكان ده ما فيهوش اي حاجه. صدقني الحاجات دي هتكمل بعضها. ده كان فيديو النهارده، بتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ويا ريت لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه لان احنا حاليا بقينا 180 سبسكرايبر، فده بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. وشكرا جدا لكل واحد بيعمل لايك وبيعمل سبسكرايب وبيعمل شير، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. كان معاكم مهندس احمد هشام، مهندس ديكور.